عمر العميل ما هيرفع من شأنك طول ما انت مقلل من نفسك. السلام عليكم صديقي المصمم. خليك عارف يا صديقي ان طول ما انت بتظهر للعميل سواء بشغلك او بشخصك بطريقه غلط او بطريقه تدل على عدم الاهتمام، وطول ما انت بتخاف تقول سعرك لما يعجبش العميل فما يتعاملش معاك، وطول ما انت بتقبل اي تعديل من العميل حتى لو مش منطقي، فعمر العميل ما هيشوفك محترف. العميل يا صديقي بيشوفك زي ما انت شايف نفسك بالظبط. فلو انت شايف نفسك موظف عند العميل فالعميل هيتعامل معاك على كده، ولو انت شايف نفسك ان انت والعميل شركاء في نجاح البراند بتاعه فبرضه العميل هيتعامل معاك على كده وهيقدر كل كلمة انت بتقولها. انا مثلا في عملاء بتسألني عن رأيي في الحاجة وبنتناقش فيها قبل ما ياخد القرار اصلا، فلازم يا صديقي تقعد وتسأل نفسك انا العميل شايفني وشايف شغلي ازاي؟ هل لما بيدخل يشوف شغلي بيلاقي صور ورا بعض وناتج نهائي فقط، ولا بيدخل يعيش رحلة من اول الفكرة والهدف وخطوات التصميم والتصميم النهائي كمان؟ فخليك عارف دايما يا صديقي المصمم انت مراية نفسك قدام العميل. وفي النهاية انا احمد قبيل بقدم محتوى عن الاي اي ومجال الجرافيك ديزاين. ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جايه، وسلام.